السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين قناة الملك اليوم، أهلا بحضراتكم. عايز أتكلم بس في نقطتين ثلاثة كده على المشي كده، لأن في بعض الإعلاميين في مصر بدأوا يبوظوا بدأوا يبوظوا المحادثة بتاعت شبانة والقيعي. القيعي كان بيقول لشبانة شد حيلك يا أستاذ محمد شوية، مش عايزين الزمالك ولا بيراميدز يخلوا من المشاكل. شبانة رد عليه قال له اللي جاي كله ضرب نار، بس عايز اقول لحضرتك حاجة، الرسالة ما وصلتش، الأمانة ما وصلتش يعني. فرد عليه قال له ركز انت بس في شغلك، وكل حاجة تحت أمرك هتجيلك الرسالة وفوقها هدية. طبعا ألاعيب بتتعمل، ألاعيب قذرة بتتعمل علشان يهدوا النادي ويوقعوا النادي ويفضل النادي في مشاكل دايما. كل ده معروف يعني. فشباب رد عليه قال له ايوه كده يا سيدي دلعني. هو ده الاعلام المصري يا جدعان، هو ده الاعلام المصري، هو ده الاعلام اللي ولادنا يقعدوا قدام التلفزيون يتفرجوا عليه ويشوفوه. هو ده الاعلام، هو ده القيع وشبانه وغيره. والله يا جدعان احنا بصراحه جبنا اخرنا، والله جبنا اخرنا. لو كل ده يا جدعان طلع، بس طلع صحيح هتبقى كارثه ومشكله، كارثه كبيره. لازم تحقيق، لازم المجلس الاعلى للاعلام يحقق في الكلام ده، لازم. مش يحقق وتاني يوم يروح يقعد في القناه تاني ويشتغل. فجمهور الكرة عايز يعرف انتوا الكلام ده مين الكلام ده مين اللي صرح بيه، ولا ازاي انتوا وافقتوا عليه؟ ازاي انتوا وافقتوا على الكلام ده؟ ايه المغزى من لازم الزمالك وبيراميدز يبقوا في مشاكل؟ ايه المغزى من كده؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ ما انا عايز افهم برضو. انتوا يعني انتوا مش عايزين تسيبونا في حالنا؟ مش عايزين تسيبونا في حالنا، صح؟ طب ماشي، ما احنا كمان مش هنسيبكم في حالكم. ما احنا كمان احنا اكتر من نص مصر، مش هنسيبكم في حالكم، لا شبانه ولا القيع. ولما نشوف هيظهروا تاني على القنوات ولا ايه اللي هيحصل؟ لما نشوف ان كان مجلس الاداره بتاع الزمالك مش هيجيب حقه، احنا هنجيب حقه. ان ما كانش المجلس بتاعنا العار مش هيجيب حق النادي، احنا اللي هنجيب حق النادي. واي حد هيغلط في النادي احنا هنرد عليه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس. تحياتي.